النهاردة هقدم لكم في قناتي بون ابيتيتو كحك العيد المحشي ملبن ومكسرات بطريقة سهلة وبسيطة، ومقادير موجودة في البيت عندنا، وكمان محتفظ بنقشته. طعمه جميل، ريحته حلوة وناعم. يلا نشوف المقادير مع بعض. كيلو دقيق، 2.5 كوب زبدة، ربع كوباية سمسم، معلقة ريحة كحك، ذرة ملح، مكسرات، قطعة خميرة كبيرة في حجم عين الجمل كده او قد عين الجمل مرتين، وربع كوباية لبن، ومعلقة سكر. والملبن هنقطعه كده زي ما احنا شايفين من غير ما نضيف له اي زبدة خالص. هننخل الدقيق، طبعا ده دقيق مخصوص للكحك زي ما احنا شايفين نضيف ازاي. هنضيف السمسم، ده لازم ننقيه ونحمصه شوية. وريحة الكحك ما نكترش منها عشان ما يمررش معاكي، هي معلقة كبيرة فقط. ونقلبهم مع بعض لغاية ما يبقوا كلهم لون واحد كده. بالنسبة للزبدة انا سيحت كوباية، والكوباية ونص التانيين خليتهم يعني في درجة حرارة الغرفة. هنبدأ نبث الدقيق بين ايدينا كده لغاية ما يختفي كوباية الزبدة الاولانية اللي هي دافية شوية، وبعد كده هنضيف الزبدة التانية اللي هي في درجة حرارة الغرفة. هنا بقى يديكي العجينة مظبوطة، ولا ناعمة ولا خشنة. بعد كده هنبسهم ونضيف بقى الخميرة. دي ريحة زبدة انا ضفتها زيادة، بتصفر العجينة وتخليها لونها حلو. هنبدأ نضيف الخميرة معانا ونعجن من تحت لفوق من تحت لفوق كده، عشان خاطر يعني العجينة ما تبقاش عجينة فطير معانا. هتدينا عجينة يمكن تشكيلها. هنحط الملبن كده في وسطها وننقشها بالشكل ده، او نحطها في القالب زي كده. طبعا المنقوش بيبقى احسن عشان الملبن بنقدر ان احنا نتحكم فيه ما يخرجش بره العجينة. هنحطها في الفرن في درجة حرارة 250، والنار فوق وتحت عشان خاطر دي محشية. والكحك اللي هو مش محشي بنحطه عند درجة حرارة 180. وادي شكله النهائي زي ما احنا شايفين كده، بالسكر والشوكولاتة الفرماسيلا وبون ابيتيتو.